السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حسن بوجبيل. هذه سلسلة إن شاء الله سنحاول أن نقدمها كل يوم خميس على الساعة 1 زوالا إن شاء الله. هي سلسلة من الجرائم المشهورة عالميا. نبدأ الآن حلقة اليوم إن شاء الله، هي جريمة عائلة منغوليا التي وقعت في 2004. واحد الجريمة اللي هزت العالم كامل هي جريمة القتل ديال عائلة منغوليا في 2004. هاد الجريمة كانوا فيها بزاف ديال التفاصيل اللي خلات الناس كاملين يتبعوها في الأخبار ووسائل الإعلام. كانت واحد العائلة عايشة في واحد الدوار بعيد في منغوليا. العائلة كانت مكونة من الأب والأم وجوج دراري صغار، واحد عنده 10 سنين والثاني 6 سنين. واحد النهار في الصيف الجيران لاحظوا أنهم ما شافوش العائلة خارجة من الدار ديالها لمدة طويلة وما سمعوا حتى شي صوت. بداو يتسائلوا وقرروا يمشيو يشوفوا شنو كاين. كما وصلوا للدار لاحظوا أن الباب مفتوح، ولكن الداخل كان هادئ بزاف. واحد الجار دخل الداخل وشاف مشهد مرعب. كل أفراد العائلة مقتولين بوحشية. الأب والأم كانوا مضروبين بالسيوف والدراري الصغار كانوا مخنوقين. الجيران عيطوا للبوليس اللي جاو بسرعة وبدأ التحقيق واسع النطاق. بعد بزاف ديال البحث والتحقيقات البوليس لقاو أن القاتل هو واحد من أفراد العائلة البعيدة اللي كانوا عنده مشاكل نفسية خطيرة. هذا الشخص كان كيحقد على العائلة حيت كانوا كيعاملوا ولادهم مزيان وهو ما كانش عنده نفس الحظ. هاد الجريمة خلات العالم كامل في حالة من الصدمة والرعب، والناس بداو يتكلموا على أهمية الصحة النفسية وكيفاش ممكن المشاكل النفسية توصل لجرائم بحال هادي. الإعلام كان كيغطي القضية بشكل كبير، كل يوم كانت الناس كتسناو الأخبار الجديدة حتى من بعد ما تم القبض على القاتل. بقات هاد الجريمة محفورة في الذاكرة ديال الناس وبقات كدرس مهم على كيفاش الحقد والغيرة يمكن يوصلوا الإنسان لأشياء خايبة بزاف. دمتم سالمين. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو إذا أعجبكم ومتابعة الصفحة وعمل لايك، وشكرا للجميع.